شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جنان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة ايد بتعدي وايد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق. ونكتة ضحكت من القلب. وحمص الشام عالكورنيش. وخد طبق فول ورغيف عيش. وقعد وغمس هنا على جنب راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان في ناس مختلفة في الألوان لكن نفس الطباع بالظبط. وفي التكاي بقى قاعد شيخ في تشقيق وشه تقرا تاريخ. بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال وياخدوا الضربة قبلينا. ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسد. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية، قناة مصر السادسة التلفزيون المصري. ونتوجه إلى قرية ويش الحجر مركز المنصورة ومتابعة ميدانية ومطالب المواطنين من خلال مؤسسة حياة كريمة وإقامة العديد من المشروعات التنموية من خلال حياة كريمة على أرض الوحدة المحلية بويش الحجر. فهي معنا وهذه الحلقة الجديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية، قناة مصر السادسة التلفزيون المصري. قرية ويش الحجر من القرى التاريخية الكبيرة، قرية ولادة من القرى المتميزة في قلب الدلتا ومحافظة الدقهلية. تعرف بحضرتك؟ المهندس عبد الغني السعداني من أويش الحجر مركز المنصورة. حضرتك بتشتغل ايه؟ أنا مدير عام سابق في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. الباشمهندس كل سنه حضرتك طيب. ويش الحجر من البلاد الكبيره، من البلاد الثقيله اللي لها اسم كبير في منطقه الدلتا. ايه اللي بيميز ويش الحجر؟ قرية ويش الحجر من أكبر قرى محافظة الدقهلية، يعني فيها مثلا 25,000 صوت انتخابي،
يعني عدد سكانها لا يقل، يعدي يصل إلى 100,000. كبير. وقرية يعني مشهورة باسمها إنها من قلعة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية. يعني بسم الله ما شاء الله. كان عندنا الشيخ عبد الله مجاهد البلتاجي، ده من أكبر محفظي القرآن الكريم في مصر، الله يرحمه، توفى. البلد عندكم كلها قيادات يعني؟ فده عمل مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وخرج ناس كتير جدا. وأنا يعني أفتخر بأنني أحد تلاميذه وأنا طفل عندي 8 سنوات و10 سنوات اتعلمت على أيديه. مع حفظ القرآن الكريم بالتبعية هيكون عندي معاهد دينية. البلد كبير، قرب لي كده ايه المعاهد اللي عندك دينية اللي بتعلم الطلاب؟ أنا عندي دلوقتي الحمد لله في وش الحجر التعليم الأزهري، في ابتدائي وإعدادي وثانوي بنين وثانوي بنات، يعني معاهد ضخمة. لا عندنا الحمد لله. وبذلك فيه احنا محتاجين بقى ان نصنع حاجة يعني يا ريت تستكمل، واحنا عندنا املاك الدولة كتير ونقدر نبني عليها كلية من كليات جامعة الازهر. طيب دلوقتي محافظة الدقهلية بدأت في المرحلة الثانية الحياة كريم، فبيختاروا مراكز ومدن وقرى ويشوفوا احتياجاتها ايه في كافة القطاعات وتتنفذ من خلال مؤسسة حياة كريم. لو قربنا لويش الحجر وقلنا ان اتعمل لها ملف عشان ننفذ هذه المشروعات طبقا لمطالب الاهالي، ايه الموضوعات العامة او المطالب العامة اللي الناس نفسها فيها في القطاعات كتير ان نفسنا ننفذها من خلال حياة كريمة؟ زي ايه؟ أنا عندي في وش الحجر الحمد لله يعني مستكملة من جميع الخدمات تقريبا. في حاجات بسيطة يعني مثلا في من النواحي الصحية موجودة، النواحي الزراعية موجودة، النواحي بس لو قلنا التعليم، نفسنا ايه في التعليم يستكمل عندك في القرية؟ هل في قطاع جديد او مطلب جديد للتعليم نفسك ان يتعمل كمان في القرية؟ أنا عندي في التعليم موجود المراحل الابتدائية مدارس متعددة، المدارس الإعدادي مدرستين، المدارس الثانوي عندي الحمد لله مدرسة عندي مدرسة ثانوية فنية للبنات، وعندي مدرسة ثانوية عامة أقيمت حديثا لسه بقالهاش 2-3 مع علي محمد علي الشويحي. بينقصها حاجة واحدة بس، إن بعد ما المدرسة اتبنت واشتغلت لم يتم توصيلها بالمرافق اللي هي الصرف الصحي، نتيجة انها اتبنت طبعا هي احد المتبرعين اتبرع بقطعة الارض، هو المرحوم محمد علي الشويحي وولاده والابنية التعليمية بنتها، ونتيجة ان بعدها عن الصرف الصحي طبعا المقاول ما قدرش تخش في العمليه، فحاليا ما بتستمتعش بالصرف الصحي بسبب انها ما تتعمل جزء فيه. ان يتعمل هذا الجزء يستكمل بس على نفقه حياه كريمه، معلش يعني يا ريت رفاه. هل هناك مطالب ان انا اعمل مدارس بفكر جديد في القريه؟ يعني مثلا اعمل مدرسه فندقيه، مدرسه لصناعه السفن، مدرسه للنظام اللوجستي، يبقى الطالب عنده بقى فكر ذكاء اصطناعي. ده مش برضو فكر جديد ما يتطور مع وعندي املاك الدوله اللي تسمح باقامه هذه المدارس، وعندي اماكن فاضيه، وعندي كمان الخريجين، عندي بسم الله ما شاء الله خريجين من مدرستين الاعدادي بمستوى كبير جدا والمدارس الثانويه، فيعني عندي خريجين تمول هذه بالاضافه الى القرى المجاوره. عندي قرية كفر شنهاب مجاورة، قرية ميت بدر خميس، قرية ميت خميس، نوس البحر، قرى مجاورة تقدر تغذي هذه المدارس وتغطي احتياجاتها الطلبة، واخد بال سيادتك؟ فيا ريت مثل هذه المدارس تقام، وعندي الإمكانيات المتوفرة من ناحية الأراضي اللي تسمح. فرض ان وش الحجر وحده محليه ولا تبع لوحده ثانيه؟ لا، ده قريه وش الحجر قريه قريه واحده محليه. ميت خميس تبعها، ميت بدر خميس تبعها، كفر الشنهاب تبعها، واحنا قريه واكبر قرى من قرى محافظه. لو احنا دلوقتي بنعمل مجمع خدمات،
هيكون في تموين، هيكون في الضمان الاجتماعي، هيكون في الوحده المحليه. تختار المكان يكون فين؟ هل الوحده المحليه الحاليه احلال وتجديد وابني مكان جديد كمجمع خدمات، ولا في مكان اخر تقترحه؟ أنا عندي مساحة تقدر بحوالي 1000 متر مربع ملك وزارة الزراعة. مكانها فين؟ مكانها في الجمعية الزراعية، يعني الجمعية الزراعية واخد عاملة مكتب. الجمعيه الزراعيه دي انت عندك مجمع تاني هيتعمل اسمه مجمع زراعي بيطري، سيب دي بقى للمجمع الزراعي البيطري، انما اللي بتكلم مجمع خدمات. خدمات غير الزراعه البيطري، خدمات يعني سجل مدني، يعني بتاع ده شهر عقاري، يعني تموين، يعني ضمان، يعني وحده محليه. كل هذه الخدمات فعلا متوفرة داخل الوحدة المحلية. عامل لك مبنى واحد في كل مبنى، عاوز مبنى واحد يضم كل هذا. فكر جديد بحياه كريم. اي اما عندي فعلا الوحده المحليه من الداخل فيها تصلح مساحات كبيره جدا واسعه في الداخل، واخد بال سيادتك، تسمح باقامه مثل هذا المجمع. عارفين مصر عايزة ايه؟ عايزة ايد لحظة وجعها تشيل آلامها، عايزة تشوف المخلصين رافعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما تلاقي ابني تشوف 90 مليون بابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة ايه؟ عايزة منا فعل مش عايزة كلام، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحراء خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما تلاقي ابني تشوف 90 مليون بابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة ايه الخدمه اللي نفسك تبقى موجوده في المجمع ده تاني بس مش موجود؟ عندي مثلا الخدمات البيطريه مثلا. احنا قلنا المجمع الزراعي البيطري هناك بقى ده حاجه تانية لسه هنتكلم عنه. خلينا في الخدمات العامه، في خدمه معينه نفسك تلحق في هذا المجمع؟ انا عندي الكهرباء مثلا، المياه، الصرف، كل تبقى كل فروع للشركات عشان ما نلفش. مشكله في الميه، في الصرف الصحي موجود في هذا المجمع. ايوه بالظبط. في الكهرباء، الميه، الصرف، بقيه الخدمات اللي هي تبعت الاداره المحليه تبقى موجوده في هذا المجمع. يعني التموين مثلا، يعني التموين مثلا ملوش مكان، واخد حته صغيره، اوضه صغيره لا تسمح. كل هذه الحاجات لما نجمعها في مجمع كبير داخل الوحده المحليه يبقى شيء جميل. في فكره جديده بقى معالي وزير المحافظ الدقهليه شغال عليها على مستوى مراكز ومدن الدقهليه، ان عايز يعمل في المدن الكبيره او في القرى الكبيره فرن مخبز عيش تابع للدوله، عشان الناس ما تتبهدلش او استغلال من بعض اصحاب المخابز التانية، يبقى القطر الصح، الميزان الصح، الشغل في الفرن 24 ساعة. هل في مكان عندك يصلح ان احنا نعمل مخبز زي ده يفيد اهل القرية؟ دي املاك الدوله في وش الحجر كتير جدا. اختار مكان الفرن بايه؟ انا مبنى الجمعيه الزراعيه المقامه على، بقول له انت واخد بالك من الزراعه قوي. اصل انا عارف ان المساحه ديت المساحه كبيره 1000 متر مستغله، فهي دوبه كبيره، مساحه كبيره ملك وزاره الزراعه. هعمل عليها مجمع زراعي بيطرح هياخدها كلها. ما هو يعني عارف، لو انا جيت خدت منها جزء وعملت منه محلات من تحت، بس 100 متر او 150 متر يعمل فرن. ممكن في داخل الوحده المحليه، ممكن اراضي املاك الدوله داخل القريه، يعني ممكن او عن طريق هيئه المساحه
يقدر سيادة المحافظ يبين وتوضح له. الموضوع ده برضه ممكن يساعدنا فيه حازم بن نصر ابن القرية، لأن ده موضوع كبير، وابن القرية وعلامة بارزة من أهالي القرية. بالظبط كده. الأستاذ حازم يا بسم الله ما شاء الله، يعني راجل عارف وحافظ، رئيس تحرير الأخبار، وحافظ القرية كلها بشوارعها وبأهالي القرية، وبيساعد على قد ما فيعني نأمل إن هو يساعدنا في هذا المجال ونبقى من ضمن خدمات ممتازة. وديني بقى لمجمع الزراعه البيطار ده، هنروح بقى للجمعيه اللي انت بتقول عليها، ان برضه حياه كريمه بتقول لك انا هعمل لك مجمع زراعه بيطار، هنقل لك الجمعيه الزراعيه، هعمل لك قاعات للندوات والمؤتمرات، هعمل لك وحده بيطاريه ملحقه برضه مع في المجمع. لا لا لا، دول الاثنين دول بس، ان انا بعمل الزراعه والبيطار. انت شايف ان انا بقى اتحرك خبره في الزراعه، لما بحط الزراعه مع البيطاري في مكان واحد بتفيدني كمربي ومزارع ازاي؟ هو طبعا معظم المزارعين مربيين في نفس الوقت، يعني المزارع اللي بيزرع الارض عنده مواشي، فبيقدر هو داخل المبنى المجمع هناك بيقدر يتعرف على الخدمات البيطريه اللي بتتقدم من ناحيه اللقاحات، من ناحيه الرعايه البيطريه، من ناحيه، فالاثنين بيبقوا موجودين مع بعض، فبيقدر المربي يروح يجيب المواشي بتاعته ويقدر يعمل لها، يقدم الخدمات البيطريه اللازمه، فبس من السهوله عليه ربطها. انا عاوز برضه في نفس المكان، لان انا برضه فيه ربط ما بين بنك التنميه والائتمان الزراعي. البنك ده مجال سيادتك، البنك ده بيبقى له خصوصيه ماليه، هيعرف يشتري الارض ويبنيها، انما دلوقتي املاك الدوله لا تمنح لبنك، ما ينفعش قانونا. انما انا المجمع الزراعي هيفيدني كمزارع، وبيطري هيفيدني كبيطري. طيب قول لي بقى دلوقتي الدوله هتعمل لك قاعات للندوات وقاعات للمؤتمرات عشان يفيد المزارع والمربي، تعالى اقول لك معلومه، هتزرع ايه، هتربي ايه، كلام من دي تفيد الناس دي ازاي؟ الإرشاد الزراعي طبعا من أهم الأنشطة اللي موجودة في وزارة الزراعة، لأن بتنقل نتائج البحث العلمي والتطور العلمي للمزارع، فبعد زيادة الإنتاج. لأن احنا دلوقتي مشكلتنا إن احنا عاوزين نزود الإنتاج بالطريقتين، التوسع الأفقي بزيادة المساحة والتوسع الرأسي. التوسع الرأسي بيكون عن طريق الإرشاد الزراعي وتوصيل نتائج البحث العلمي إلى المزارع. فدلوقتي لما تكون هذه القاعات موجودة والمؤتمرات اللي بيجيب المزارعين وبنقول له أو على نتائج الأبحاث العلمية المتطورة اللي بتزيد الإنتاج أولا بأول، فبيحصل زيادة في الإنتاج من ناحية مثلا الأصناف الجديدة من التقاوي، المعاملات الزراعية، كيفية الزراعة، السماد، المبيدات، كذا، كل هذه الحاجات بيستفيد بها المزارع وبتعود على المجتمع. اذا انت معانا ان الدوله نجحت وبامتياز في قصه حياه كريمه انها تعمل مجمع زراعه باطار، ونجحت في المرحله الاولى في شربين في 8 مجمعات، فادت الناس وبقوه من خلال ابنيه حياه كريمه. نتمنى ذلك ونطالب عندنا تبقى موجوده في وش الحجر. ايوه ان شاء الله، ويبقى وش الحجر تبقى من القرى الكبيره المستفيده من برنامج حياه كريمه. ريسنا قال واحنا معاه، احلف يا مصر يمين بالله لا تكوني زي ما بتمنى، زي ما شفتك في الاحلام يا بلادي حته من الجنه. ريسنا قالها بكل حماس، حياه كريمه لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياه كريمه يا مصريين، حياه كريمه للاهاليين، كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر قرارين. حياه كريمه يا مصريين، حياه كريمه للاهاليين، كل شبر قرارين.
قول لي مطالب كبيرة واهتمام كبير من عندكم من اهالي وش الحجر، نفسنا يتحقق ان انا ادخل الغاز، ان عشان يخش كل بيت. خلاص بقى ما عادش اشيل الانبوبه، طلع الانبوبه وانزل الانبوبه، الانبوبه غلت، الانبوبه رخصت، لا مش قادر اشيل، انزل يا محمد اجيب، لا مش طاق، واستغلال السريحه وكلام من دخول الغاز. ومؤسسه حياه كريمه مهتمه بالجزئيه دي، انها بتدخلها حتى في العزب. ده هيكون مردوده الفعلي عندك ازاي؟ الحمد لله تم توصيل الغاز الطبيعي النهارده الى الغاز شغال بقاله سنين. بقاله سنين الحمد لله، واقدر اقول بنسبه 99%. نقول بقى عليها مدينه وش الحجر. بالظبط كده، مدينه وش الحجر، فعلا مدينه وش الحجر. فالغاز الطبيعي، الصرف الصحي، ده نجاح للدوله، ان الدوله مهتمه. بسم الله ما شاء الله. يعني المياه النقيه لكل البيوت، الصرف الصحي لكل البيوت، الغاز الطبيعي لكل البيوت، كل هذا. بس نتج عن هذا جزئية أو فرع بسيط نريد من حياة كريمة أن تحله، وأنه بعد أن تم توصيل الغاز الطبيعي إلى كل شوارع القرية، أن تم حفر الشوارع وتم إزالة حفرها، فعاوزين نعيد رصف حفر لتوصيل الشقة. فتم الحفر ولم يتم، عاوز أعيد الرصف الشوارع القرية تاني، فأنا عاوز أعيد الشيء الأصل. فطبعا شوارع القرية اتضررت، فاحنا عاوزين نعيد الشيء الأصل ويتم رصف الشوارع. مياه الشرب، الصرف الصحي، الفايبر اللي هو النت، الغاز، كل ده خلص في الشوارع ولا لسه؟ الكهرباء من 5 جهات. لا كهرباء وميه وما فيش عندنا مشاكل في هذا الحمد لله. يعني من كل احنا عاوزين الرصف فقط، إعادة الشيء لأصله، يعني حاجة مطلب. لو بدأنا بشوارع داير الناحية في الرصف، تبدأ بشوارع ايه؟ اخذ الشوارع الرئيسيه اولا. يعني مثلا عندي مثلا مدخل القريه من عند ترعه ام الجلاجل حتى الوحده المحليه دخولا، حتى مسجد الكفر البحري، حتى المعهد الديني، حتى المدرسه الاعداديه. ده ما وبعدين يوصل الى المدرسه الثانويه الجديده اللي هي على البحر. كل ده شارع محزم البلد كله. محزم البلد كلها. اجيب المدخل الثاني اللي هو بيسموه شارع سكة الهش او جسر الهش، ده المدخل الثاني برضه يتم رصفه من اول ترعة ام الجلاجل حتى المستشفى التخصصي بتاع المستشفى ما خاصة هي، حتى الجامع مسجد الكفر البحري، حتى المعهد الديني الموجود هناك والمدرسه الاعدادي، ووصله بقى كده الشوارع الرئيسيه. عندنا فرعيه. عندنا على مستوى قرية ويش، هل في ترع عايزه تكمله تغطيه؟ ده الحمد لله. يعني تم ردم ترعه ام الجلاجل وتغطيه، لا ما هي تغطيه بمواسير من اول جامعه المنصوره حتى وصلت الى ميت بدر خميس. هل في جزئيه لسه ناقصه؟ لسه اللي هي من اول ميت بدر حتى حدودنا مع نوس البحر. ما بتكلمش على استكمال لغايه من سمنود. انا عاوز اتكلم على حدود ايه، حدود الوحده المحليه بتاعتي. لا ايوه بالظبط. فانا اجي انا اهم حاجه عندي لغايه كفر الشنهاء وحدودي مع نوس البحر، دي يتم تغطيتها ووضع المواسير لاستكمال رصف الطريق وازدواجه، لانه فعلا لان الطريق هو كان فعلا بدأ ازدواج الطريق من اول الصينيه ولغايه ما وقف عند ميت خميس، وقف للرصف. ازدواج الطريق وقف. طب وقف ليه؟ عاوز سياده المحافظ يشوف يوقف ليه. هيلاقي مشكله تافهه وبسيطه اللي عملت هذه العمليه. طب ما احنا عاوزين نكمل الراس الطريق، عاوزين نكمل حتى ويش وكفر الشنهاب ويبقى الطريق مزدوج. حضرتك كنت بتمثل دلوقتي اهالي وش الحجر في مطالبهم ان احنا ممكن نستفاد منها من خطه استثماريه او من حياه كريمه في كافه القطاعات. هل هناك قطاعات اخرى او موضوعات اخرى نثيرها او نتحدث عنها كمطالب نحققها من حياه كريمه؟ أنا عندي تم إنشاء مبنى لمركز شباب أبو يشرح.
وانا كنت في فتره من الفترات رئيسا لهذا المركز حوالي كمان سنه، رئيس مجلس اداره فكه شباب وش الحكم. وهذا المبنى ليس له اي ملاعب رياضيه. المبنى عايز احلال وتجديد او تطوير ولا المبنى المبنى كويس، بس انا عندي مساحه لا ملعب، يعني عندي مساحه تقدر بتاع حوالي 3 أفدنة تبعت الهيئه الاوقاف المصريه. ممكن من خلال التعاون ما بين هيئه الاوقاف المصريه ووزاره الشباب يتم الاوقاف هتبيعها؟ لا يعني يتبيعها، هي تعطيها حق انتفاع لوزاره الشباب وليس ملكا لاحد، وفي مقابل مادي او ايجار، حاجه ايجار سنوي اتفول. اللي يتعمل مجمع رياضي على هذه المساحه وقدرها 3 أفدنة مساحه كبيره، يتعمل مجمع رياضي متكامل فيه كل الانشطه الرياضيه، فيه محلات على الواجهه تؤجر، هتجر ده، هتتعمل قاعه افراح فوق في الدور الثاني، هتدر ده هتجيب الدخل ده يروح لمين؟ لهيئه الاوقاف او لوزاره الشباب، ويبقى احسن مما هو موجود. وفي نفس الوقت استغل هذا المكان للشباب وتعليم الشباب وممارسه الانشطه الرياضيه اللي بتعود عندي وبتكون اجيال من الشباب الرياضه. كلام جميل وممتاز. شكرا لحضرتك. كل سنه وحضرتك شكرا طيب وصحة والسلام وفرصة سعيدة جدا. شكرا شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، ومزيد من اللقاءات في قرية ويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. تعرف بحضرتك؟ مجدي عبد الغني. ويش الحجر لها خصوصية ومن البلاد المشهورة على مستوى الدلتا. بما تتميز هذه القرية من وجهة نظرك وأنت ابن من أبناء هذه القرية؟ ويش الحجر هي القرية الأم الوحدة المحلية، وهي بلد القرآن الكريم، فيها رواد العمل العام على مستوى محافظة الدقهلية وعلى مستوى الجمهورية بشكل عام. فيها قامات دينية هنقول عالمية. قرية أويش الحجر هنقول إيه، القرية الأم مش عاوز أكبر الموضوع قوي وأقول إن هي ليها الفضل على كافة القرى المحيطة بسبب كثرة خدماتها اللي موجودة في القرية، مثل المستشفى على أعلى مستوى، وحدة صحية على أعلى مستوى، مدارس حكومية على أعلى مستوى، ابتدائي إعدادي ثانوي أزهر، معاهد دينية، فيها مركز شباب، فيها وحدة زراعية، فيها كافة جمعية زراعية. كقرية بتخدم جميع القرى المحيطة بسبب ان هنقول ايه تميز الخدمات بيها. تمام. طيب قول لي دلوقتي، الدولة عندي خطة استثمارية بوفر فلوس ابني خدمات للناس، عندي مؤسسة حياة كريمة واخدة الدقهلية مراحل،
وممكن انها بتدخل مع مركز المنصورة ومنها وش الحجر ان انا ادي خدمات جديدة. مع اهتمامك بالشباب ومركز الشباب، ايه اللي انت تطلبه من مؤسسات الدولة وخاصة حياة كريمة ان احنا نضيفه في الشباب؟ يعني عايز ابنية ايه، عايز ملاعب ايه، ايه طلباتك كشاب من اهالي القرية يتم تحقيقه من خلال حياة كريمة؟ طيب احنا في ارض تبع هيئه الاوقاف، ارض مساحتها حوالي 3 فدادين. مساحه كبيره جدا. المركز الشباب هنقول مبنى بدون ملعب. الملعب يعني هنقول في ملعب صغير جدا يعتبر رباعي او ثلاثي، حاجه صغيره جدا او وترابي. فلو الارض تبع هيئه الاوقاف بالتنسيق مع وزاره الشباب يتم استثمار العمل قد او مجمع ملاعب، ملعب رياضي، ملعب 11، ملعب تنس، ملعب بدل، حمام سباحه، صاله جمباز، صاله العاب قتاليه، ملعب يتعمل نادي على اعلى مستوى. ممكن يتم طرحه للاستثمار والارباح بتاعته تعود لوزاره هيئه الاوقاف او لوزاره الشباب في التنسيق ما بين الوزارتين، مع بين هيئه الاوقاف وما بين وزاره الشباب. وده يكون ليه مردود كبير جدا جدا على الاطفال والنشء في قلب القريه. القريه دي حاجه اساسيه وده هدف اساسي القريه كلها بتسعى له، ولكن في هناك بعض المعوقات بسبب هنقول انت عارف الاوامر الاداريه او الروتين الاداري. ده لو قدرنا نتغلب عليه وناخد موافقه من هيئه الاوقاف باستغلال قطعه الارض دي، يعني انت عايز حق انتفاع، يعني حق انتفاع او ايجار او هبه من هيئه الاوقاف او نقل ملكيه من هيئه الاوقاف لصالح وزاره الشباب اللي هو مركز هو نقل الملكيه دي بقى لو احنا دخلنا من خلال حياه كريمه ان في قرار رئيس وزاره بينسق او بيظبط الكلام ده، ان لو في ارض تابعه لاي جهه اخرى واحنا عايزينها الحياه كريمه لاقامه منشاه هتفيد البلد تقول للبلد، فدي ميزه فده حاجه كويسه. لا خلاص مؤسسه حياه كريمه عايزه كده، انما لو في الوقت الحالي ان انت بقى عايزها ايجار ده قصه تانية، اللي عايزها ان بريع او بمقابل مادي ده موضوع تاني. سواء ايجار او شراء او كده هيبقى صعب جدا على ميزانيه مركز شباب، ومفيش مركز شباب اعتقد في الدوله يقدر يشتري مساحه 3 فدادين، وهي هيئه الاوقاف هنقول هيئه حكوميه في الاول والاخر، ومركز الشباب هيئه حكوميه، فكله الهدف كله مصلحه البلد. فهو انشاؤه تبع هيئه حياه، تبع مؤسسه حياه كريمه. وحياه كريمه في بلدنا في ويش الحجر بالتحديد هي ويش بلد او نقول قريه متميزه في موقعها وفي خدماتها، و90% من اهل ويش الحجر عاملين بالمدينه ومدينه المنصوره. وفي حاله وجود اي خلل في عمليه النقل لمدينه المنصوره هنقول الحياه في مدينه المنصوره فعلا بيحصل لها شلل. ايه السبب؟ عاد انت بتتكلم في حوالي هنقول مثلا فوق ال 10,000 او 20,000 موظف في المستشفيات الجامعه وفي الكليات وفي المؤسسات الحكومات والمديريات بشكل عام. فانت في طريق واصل ما بين قريه اويش الحجر وما بين مدينه المنصوره. الطريق ده تم رصفه وتم تخطيط جزء من ترعه متوقف عند مكان معين. لو تم سيوله ودمج الطريق وعمل طريق مزدوج من مدينه المنصوره لغايه نهايه الخط اللي هو قريه نوسه او لغايه المنيا سمنود، ده هيبقى شكل هيخف الضغط على الطريق السريع الاخر. الحاجه الثانيه يعمل سيوله مروريه وتقليل استهلاك الطاقة في الزحام اللي بيحصل كل يوم صباحا ومساء عند عودة الموظفين. الحاجة التانية يعمل سيولة لحضور الموظفين صباحا ومساء. الحاجة التانية يخف الضغط على المستشفيات بتاعة المنصورة ويخف لان الناس اهل مدينه المنصوره يستخدموا المستشفيات ويستخدموا الهيئات الحكوميه والموجوده في قلب القريه. انت عندك سجل مدني بيخدم القريه الام اللي هي وش الحجر وبيخدم القرى المحيطه، تمام؟ ففي خدمات في القريه تشابه بشكل كبير الخدمات الموجوده في المدينه. طيب ايه السبب صعوبه استخدام الخدمات دي؟ هي الطريق. الحاجه الثانيه ان انت كدوله صرفت كتير جدا، الدوله فعلا صرفت كتير جدا في تخطيط التراتم والجلاجل اللي هي بمساحه تقريبا حوالي 2300 متر ترعه مغطاه، وبعد ما تم تخطيطها لم تستفاد، يعني اصبح اهدار. انا دلوقتي جيت غطيت ترعه حوالي 2 كيلو 300 تقريبا، وبعد ما غطيتها خلاص ما فيش اي حاجه بقى في هنقول ايه حاجه بعض المواطنين لوضع اكشاك او الى خلافه، بس بشكل غير منظم وبشكل غير مدروس. فتم استغلال لو احنا عايزين نكمل الترعه دي وحياه كريمه تتدخل فيه،
نهايتها لغايه فين، او الطول او المتبقي طوله قد ايه تقريبا؟ المتبقي تقريبا حوالي من 7 ل 10 كيلو. اذا رقم هو رقم كبير، بس رقم الكبير عايز ميزانيه ضخمه. بس انت فكيت مدينه المنصوره ملهاش امتداد. بس نبدا جزء جزء بقى ما دام انها طويله قوي كده. وهنقول اقرب لو كيلو بكيلو يبقى اقرب نقطه اللي هو وش الحجر حوالي 3 كيلو، وال3 كيلو التغطيه بتاعتهم الجلاجل هو هنقول بمثابه انشاء كوبري. يعني التغطيه مش ارقام مهوله زي انشاء الكباري او انشاء، وده هيبقى حدث تاريخي وحدث وحاجه مهمه جدا جدا. وانا بقول تاني هي مش مهمه، مردودها ممتاز يعني. هي مش مهمه للقريه قد ما هي مهمه للمدينه، لان 90% من اهل المنصوره دلوقتي بداوا يزحفوا للقرى بسبب ارتفاع اسعار المعيشه. فالمدينه والقريه اصبحت واحد. وبرجع اقول تاني ان وش الحجر المعلومه يعني هي عدد سكانها عدد ضخم جدا جدا جدا، وتفوق هنقول توصل لربع مساحه مدينه المنصوره. ده اللي محدش واخد باله منه، ان مدينه القريه قريه قريه كبيره جدا جدا والساعه الجغرافيه. دلوقتي لو احنا بنتكلم عن مركز الشباب وتطويره وعايزين تخصيص ال3 فدادين من خلال حياه كريمه واعمل ملعب كبير عشان يخدم على اهالي القريه، هل بقى بالتبعيه انتوا خرجتوا لاعبين متميزين؟ حد ينافس؟ حد موجود على مستوى المحافظه، على مستوى المركز؟ قول لي كده مين المتميز في الالعاب الفرديه او الجماعيه؟ طيب كألعاب فردية، في ألعاب فردية، في ألعاب قتالية زي لعبة الكاراتيه، في عندنا أبطال وفي عندنا لاعبين دوليين وفي أبطال دخلوا المنتخب من داخل القرية. ومش هذكر أسماء عشان ما ننساش حد يعني. وفي كمان انت حضرتك تعلم كويس جدا ان القرية تم إنشاء حمام سباحة في قرية خميس المجاورة ده. الحمام ده تم فعلا. خميس دي تبعكم اداريا مش كده؟ ايه يعني تتبع الوحده المحليه. والاربع كوره اللي هم اويش الحجر واويش الخبر وميت خميس ومدبر خميس ويقولوا عليهم كوره اخوات. لا الاربع دول اخوات. سمعنا اللي ربنا قلنا لا ما قلنا اويش الحجر او كفر الشناب تبعنا. كفر الشناب واويش الحجر هم بلد واحده تمام، واهل واحد ويسمى واحد، لكن هما الاثنين متداخلين مع بعض كاهل وكمساحه، وحتى ما فيش فواصل ما بينهم. وميت خميس وميت بدر هما بلد واحده برضه تمام، متداخلين. فهم الاربعه متداخلين. في دلوقتي تم انشاء حمام سباحه بنظام الجو تي، نظام حق الادفاع على ارض متر بيخدم الاربعه تمام. واحنا وانا كمستثمر رياضي انا اللي قمت بعمليه الانشاء، فبيخدم الاربع قوى. فوق لهم كويس جدا، نطلع منه ابطال وكسبت نسبه لحضرتك كمان ان في منه طلع منه لاعب بطل ابطال. فحاجه مستوى ده. اسمه اللاعب حاتم اشرف كامل، ده لاعب بطل مصر في 200 فراشه، وخد اول افريقيا ذهبيه، وربنا كرمه كان خد منحه للولايات المتحده جامعه تكساس العام الماضي. وده منين؟ طلع منين؟ من قريه تمام. يعني اذا امنياتنا من خلال حياه كريمه ان شاء الله نحن تكمله التغطيه، حتى لو نبدا كيلو بكيلو، ده شيء ملح ومهم لاهالي المنطقه. الوقت لما تم انشاء حمام سباحه، وزي ما انا بحلم ان يتم الحصول على الارض لهيئه الاوقاف وعمل نادي، زي ما تم الحلم البدايه ان يتم انشاء حمام سباحه في قريه في ميت خميس. ايه كانت نتيجه الحلم ده؟ ان كل السباحين الحاصلين على بطولات من مدينه المنصوره في حاليا بيتمرنوا في حمام سباحه ميت خميس.
أعزائي المشاهدين، وده كان آخر سؤال أجريناه من خلال حلقتنا النهاردة، وكانت حلقة خاصة من داخل الوحدة المحلية بويش الحجر بمركز ومدينة المنصورة. مع تحياتي صلاح عبد السلام، شكرا وإلى اللقاء. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جنان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة ايد بتعدي وايد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق. ونكتة ضحكت من القلب وحمص الشمع الكورنيش وخد طبق فول ورغيف عيش. وقعد وغمس هنا على جنب راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان في ناس مختلفة في الألوان لكن نفس الطباع بالظبط. وفي الحكاية بقى قاعد شيخ في تشقيق وشه تقرا تاريخ. بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال وياخدوا الضرب قبلينا. ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسد. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيه يا مصر ما يخطرش على بال حد.